السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب ام جنى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. حبايبي، القراءة العاطفية هي طاقة مفتوحة، تشوفوها او تسمعوها في اي وقت يليكم بإذن الله. يلا مع بعض حبايبي ونقول كده: بسم الله الرحمن الرحيم. خدوها بشارة من العبد الفقير لله، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. بسم الله. نشوف كده طاقتك وطاقة الحبيب، وكمان لو في طاقة الطرف الثالث بإذن الله. يعني هي بدأها الطرف التالت بصلك بصة مش طبيعية. الطرف التالت واضح انها غيرانة، ايوه غيرانة من حبكم قوي يا حبايبي. غيرانة، واضح ان انتوا الحبيب بيحبكم بقاله فترة، وواضح كده ان الحب ده بيروح ويجي، يعني في اون واوف بقالكم فترة. الحبيب ده بيروح ويرجع يروح ويرجع، او انتوا يعني مع بعض حبكم قوي جدا. والمرأة دي او الطرف الثالث سواء رجل او امرأة، طبعا القراءة للجنسين، هي حد غيران منكم بصورة مش طبيعية. لو شفتوا بصة عينها، يعني بصة عين واحدة غيرانة بصورة قوية قوي. ويمكن الحبيب اتعصب عليها، انفعل عليها جامد قوي، انفعل عليها جدا. حبيبك انفعل عليها واتعصب، عشان كده هي متغاظة. بصوا، عشان كده هي متغاظة اهو. هو انفعل عليها واتعصب، هي غيرانة من الحب ده. يعني هي بدأها كده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ان هي غيرانة من الحب ده. انتوا بتحبوا بعض بصورة عالية جدا، يعني سواء انت او حبيبك بتحبوا بعض قوي. بتحبوا بعض لدرجة ان هو بيقولك انا مش بالصورة الوحشة اللي انت اخدتها عني، وبالتفكير ده او بالطريقة دي. ده كمان بيطلب منك ان انت تسامحه. هو بيقولك انت ظالمني. شيء غريب. طيب انا شايفة في حاجة، شايفة ان الشخص ده اتعمل له اسحار، واتعمل لك انت كمان اسحار. شايفة ان هنا في طاقة سحر حصلت، وهي والعلم عند الله، يعني احتمال تكون بسبب الست المؤذية دي اللي هي طاقة الطرف الثالث. في الشخص ده اتعمل له جلب، اتعمل له سحر، بس هو دايما معرفش ليه عمال يقول ان هو مظلوم. هو دايما حاسس بنفسه انه اتظلم. وممكن يكون على فكرة في حد تاني معاه في القراءة، يعني هو ممكن يكون شايف نفسه انت وهو اللي مظلومين. الشخص ده في كلام حصل في العلاقة، في حاول ان هو يبعت لك رسالة، او انت حاولت تبعت له رسالة، بس هو في مشاعر كبيرة قوي ليكم انتوا الاتنين. بس برضو هنا في طاقات كتيرة، وخلي بالكم الطاقات الكتيرة دي لأنها قراءة عامة، فبتأخذ من القراءة ما ينطبق عليك وتترك ما لا ينطبق عليك لغيرك. طيب، بسم الله بسم الله. عامة هو أخذ وضع الانتظار في الإيه؟ في الرجوع. الشخص ده بيقول عنك كلام جميل قوي، بيقول إنك أنت كنت وش خير عليه، وإنك أنت لما بتبقى معاه، لما بتكون معاه، في أمور كتيرة قوي بتتصلح في حياته. يعني هو على فكرة قال عليك الكلام ده، قال عليك كده، قال عليك ان انت مميز، ان انت وجهك بريء. على فكرة انتوا وجهكم من النوع اللي ما شاء الله، اللي هو المليان كده حبة، بسم الله ما شاء الله. شعركم من النوع اللي هو بيبقى عالي شوية، مثلا بتسشوروه او بتعملوه حركة معينة، فهو معجب بشكلكم قوي، معجب بطريقة لبسكم، معجب بهدوءكم. الشخص ده هو محتاجك في حياته، لان تعرفوا انتوا اللي كنتوا بتخلوه يبقى هادي، انتوا اللي كنتوا بتخلوا الشخص ده يكون في حالة هدوء وسلام نفسي كده، ويبقى حاسس بالراحة النفسية. تعرفوا ان الشخص ده متعصب قوي من غيركم، ومتضايق قوي من غيركم، ويمكن عشان انتوا مش معاه اتعصب على الطرف التالت، اتعصب عليها قوي. وخلي بالكم، طيب لما بتكونوا انتوا معاه بيكون علاقته حلوة بالطرف التالت، وبيكون هادي جدا. من كتر ما هو نفسه فيكم متغاظ منكم، من كتر ما هو مشتاق لكم، هيتجن عليكم. شايفكم ان انتوا اللي بتعندوه، او شايفكم ان انتوا اللي بتضحوا بيه.
خلي بالكم ده هو عامل زي الطفل الصغير، هو مش عارف يفكر، اخد الموضوع اخد الموضوع بكبرياء. ليه؟ عشان انتوا عودتوه دايما، انتوا اللي كنتوا بتجروا وراه، انتوا اللي كنتوا بتصلحوه. فهو دلوقتي شايف ان انتوا سبتوه، فهو بيقولك ارجع لي. يعني هو دايما بيخاطبك باللغة دي. هو متعلق قوي، عنده حالة تعلق بيكم، نقدر نقول زي حالة تعلق مرضية، ومن كتر تعلقه بيكم بيحاول ينساكم. ده الكلام ده ايه ده بقى يا ام جنى؟ ده كلام غريب قوي. هو مش المفروض اما شخص يتعلق بحد ما يبقاش قادر ينساه او ما يعوز حتى ينساه؟ هقول لكم على حاجة حبايبي، مع الشخص ده يختلف الامر. بمعنى هو عنده كبرياء، وفي نفس الوقت هو شخص مغرور، وفي نفس الوقت انتوا عودتوه، وفي نفس الوقت هو عامل زي الطفل شوية اللي هو اتعود على انه يتقمص والناس اللي حواليه هي اللي تراضيه. فهو بيعمل ايه؟ بيقنع نفسه وبيعافر وبيحاول انه يقدر يعيش من غيرك عشان يثبت لنفسه، بعدها يثبت لك ان هو محدش يتحكم فيه. بس مش معنى كده انه ما بيحبكش، بالعكس، ده هو بيقولك ارجع لي، انا نفسي قوي، نفسي قوي تاني تكون معايا. الشخص ده بيقولك كده. طيب، في ناس بتكتب مثلا ساعات في الكومنتات يا ام جنى ده خني، لو انت مكاني وخانك او مثلا كنت شخص مثلا زوج، والزوج ده خان زوجته، هل هترجعي له؟ لا لا. بس هي الفكرة، انا بنقل لكم يا حبايب قلبي، بنقل لكم الطاقة مش اكتر بس، لكن القرار ليكم انتوا اصحاب القرار. انا بقولك الشخص ده محتاجك، الشخص ده عايزك، الشخص ده عايز يصالحك. بس مش معنى ان انا بقولك كده ان انا بقولك روحي اعملي كده. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبة قلبي، ولا حد يجرؤ يقول لحد خانك روح له. ليه يعني؟ لا طبعا، انا مرضهاش على نفسي، ولا ارضها عليكم، ولا ارضها على اي حد. لان اللي بيخون مرة بيخون 1000 مرة. لكن انا بنقل لكم طاقة الشخص مش اكتر، والقرار اولا واخيرا ليكم بامر الله. ده امر يخصكم انتوا حبايب قلبي، وانتوا اصحاب القرار، وانتوا بتعملوا اللي يريحكم اولا واخيرا. وكل انسان له نظرته العميقة في الامور، وله قدرته في التحمل. تعالوا كده مع بعض نشوف حبايبي. اهو اهو الفال بيقول لك نعم. طيب تعالوا نشوف كده، ناخده كده رسالة من رسائل الايه، الخير في القراءة. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نشوف كده فالكم او طاقتكم او بختكم هيقول لكم ايه في القراءة. اهو والله العظيم يا ربي لا اله الا الله، بيقول لك الامر متروك لك، الامر متروك لك. جه بعدها طاقة تانية، بيقول لك ليس الوقت المناسب، بيقول لك خلال سنة من الآن. أهو أهو خلال سنة من الآن. أهو مش عارفة أجيبها لكم إزاي. أهو والكارت اللي احنا طلعناه من شوية اللي هو كان قبلهم، أهو الأمر متروك لك. يعني الثلاث كروت والثلاث طاقات جايين ورا بعضهم. مدد يا رب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب انت اتظلمت في العلاقة، او اتظلمت يا حبيبة قلبي في العلاقة، ظلم واضح، تعبتي نفسيا، انقهرتي، زعلتي، اتوجعتي، اتكسرتي والعياذ بالله، وان شاء الله عمركم ما تتكسروا ابدا يا حبايب قلبي، لان وجعتكم دي تعز عليا قوي. في هنا حد سابك متعذب، حد سابك متعلق، حد معرفكش هو ناوي يعمل معاك ايه، حد سابك وجرحك، حد انت كنت بتديله كل الحب وكل الاهتمام وكل الاحتواء وكل التقدير، حد انت عملته بإخلاص، تفانيت معاه، حد تنازلت عشانه، حد سبت بدايات وسطوع
يعني مثلا ممكن واحدة تكون سابت شغل عشانه، ممكن يكون شخص ضحى بأصحابه عشان خاطرها، أو ضحى بمكان معين أو مكانة معينة، أو بشيء قالت له مثلا لا ما تعملش الشيء ده، أو هو قال لها لا ما تعمليش الشيء ده، مع إنه هو ما كانش فيه حاجة بس حب يرضيها أو حبت ترضيه. تنازلتوا ياما. او رحتي مثلا سكنتي مع حماتك، مع العلم انه كان يقدر يجيب لك شقة، ايا كان بقى ايه حصل، بس انتوا اتنازلتوا في وقت كان المفروض انكم انتوا تكونوا فيه مزدهرين، وللأسف ما تقدرش وسابك وبعد، سابك لوحدك في وقت كنت عايز ايد تطبطب عليه. فالشخص ده انتوا ان شاء الله جايلكم كده زي طاقة بتقول لكم ان انتوا اللي حسيتوا بيه ده هيتغير تغيير، او هينتقل انتقالة جذرية، بمعنى ان انتوا هتنولوا خير، وهيكون نجمكم ساطع، وهتتألقوا بإذن رب العالمين في القريب اللي جاي. بس القراءة جاية بتقولك بلاش البراءة الزايدة دي، زيادة عن اللزوم اللي عندكم، انتوا عندكم براءة زايدة قوي. ظهر هنا برضو ان في طاقات رباعية، الشخص ده حاليا هو بيتعذب عشانك، سيبه بقى يدوق لوعة الحب. الشخص ده ما بيعرفش ان هو يرتاح حتى بالليل، حتى بالنهار يقعد يفكر فيك، بالنهار يقعد يفكر فيك، ويقعد يجري ويشوف مثلا الاكونتات بتاعتكم، وبعدين يقعد يقول لنفسه يا ترى هو زعلان عشاني ولا لا، اما اروح ابص كده. يعني حتى لو عامل لحد بلوك منكم بيروح يبص، هو عايز يعرف اي خبر من ناحيتكم، وفي زي ما يكون فعلا هو هيبعت لك رسالة او في خبر هيجيله، هيروح له، او القراءة عكسية، خبر هيجيلك منه. انتوا ما شاء الله عليكم، في حد هيوصلكم خبر من ناحية الشخص ده، وانتوا هتبصوا له كده وتضحكوا، اللي هو مش فارق معانا. هتبقوا حاطين قدام عينيكم الجرح اللي انتوا اتجرحتوه، والوضع اللي انتوا بقيتوا فيه. هتقولوا احنا دلوقتي بقت نفسيتنا احسن، احنا دلوقتي بقينا رايقين، فمش لازمنا بقى الشخص ده. اهو انتوا هتتحرروا، بس هو هيتجن ويبدي بداية جديدة معاكم. ده هو هيجي يقولك زي ما انت اتظلمت انا اتظلمت، زي ما انت شايف نفسك ان انت الملاك البريء، انا كمان شايف نفسي الملاك البريء. ده بيقولك انا مش عارف اعيش من غيرك، ارجوك انا ببص عليك في كل حتة، انا عايزك، انا محتاج لك، انا بدور عليك، انا مش قادر انساك. هو بيبص عليك لانك انت ابتديت تتغير فعلا، او ابتديتي حبيبتي بتتغيري فعلا، فهو خايف من التغيير ده. عارف يا حبايبي هو عمل فيكم ايه الشخص ده، فاهم كويس قوي هو عمل ايه، نظرته مبينة اهو. ده هو كان مفكر ان هو خطف قلبكم. عفوا حبايبي، هو كان مفكر انه خطف قلبك او خطف قلبك، كان مفكر كده، وقال لك بس ده مش هتقدر تسيبني. الشخص ده مش مريح. الشخص ده لما سابك وهو كان مبسوط قوي. تعرفوا ان هو لما سابكم هو كان بيحبكم قوي، وكان عايز يشوفكم تعبانين من غيره، من قوة حبه فيكم. وتحسوا انه كان حطك في اختبار، تحسوا انه كان بيختبر قوة حبكم ليه، عشان يثبت لنفسه انه هو حد مرغوب فيه قوي. تحسوا انه انسان مريض شوية، يعني انا شايفة طاقة حد مريض فعليا. شوفوا ربته واحدة شكلها متعنطزة، واحدة مغرورة، واحدة هي شايفة نفسها انها فاهمة عقلية الناس كلها،
وهي ولا بتعرف حاجة. دي مخسرة الناس كلها ليها، والقريب والغريب ما بيقبلهاش. من ايه؟ من عنطزتها الكدابة. يعني انا نفسي اعرف هي متعنطزة على ايه، على ايه؟ مش قادرة افهم. يعني مش شايفة فيها حاجة تتعنطز بيها، يعني مش شايفاها زايدة يعني. هي اللي علمته كده. على فكرة هو شخصيته قريبة منها برضو. رحم الله امرئ من عرف قدر نفسه. وهو واللي منه مش عارفين قدر نفسهم. وهو دلوقتي في طاقة انتظار. هو لا بيروح يمين ولا بيجي شمال ولا بيجري عليك. هو عمال يفكر ان في مشاكل دايرة ما بينكم، احلها ازاي. هو حاسس انه ملخبط الدنيا، او عكت الدنيا بقى، او عكها. بس يقوم بصوا هيرجع لكم كده ايه، بطريقة فيها هبل، بطريقة فيها حد غويك قوي، وحد بيستهبل اللي هو ايه، يلا يلا عدي الليلة دي عشان يلا نتصالح، يلا نتصالح. ما هو واللي منه لما بيلاقوا نفسهم سقلوا قوي وزادوا عن اللزوم بيقلبوها هزار. طيب هل انتوا بقى هتقدروا ترجعوا؟ اكتبوا لي في الكومنتات، هل هتقدروا؟ هو بصوا هقول لكم على حاجة. يمكن انتوا عقلكم بيقول لا، لكن قلبكم بيقول ايوه. انتوا لسه بتبصوا عليه، لسه بتحبوه، للأسف لسه عندكم مشاعر اتجاه الشخص ده. يعني انتوا مش رافضين رفض قاطع، بدليل ان انتوا دخلتوا تسمعوا الفيديو. حتى لو البعض منكم هنا دخل يسمع الفيديو ده عشان بس حب استطلاع، هو برضو لسه عنده مشاعر ليه ولو حتى بسيطة. هو لما سابك كان واثق قوي على فكرة ان هو هيرجع لك، وكان واثق ان انت هتقبل بالرجوع ده. من غروره قاعد يقول انا بعرف ارجعه، انا بعرف اقول له كلام اخليه يجي معايا في ساعتها. انتوا واضح يا حبايبي ان انتوا دايبين فيه، وهو كمان على فكرة وبيحبكم قوي. بس هو لما استهبل وراح شاف نزواته، غروره كان بزيادة قوي. انتوا بتحبوه بس بقيتوا خايفين منه، وهو بيدخل لك دخلة الشجاعة، وعارف ان انت بتحبه قوي. تعرفوا هو بيقول ايه؟ بيقول انا محدش بيقول عليك انك انت ما بيملاش عينك ولا دماغك حد غيره. هو بيقول كده، واثق قوي من نفسه. بيقول ده زمانها او زمانه قاعد بيبكي عشاني. هو بيقول كده، وهو في نفس الوقت خلي بالكم زعلان قوي وبيسترجع ذكرياتكم، وبيقعد يفكر في اللي كان ما بينكم، بيقرا الشتات اللي كان ما بينكم حتى لو كان في بلوك بيقراه. وهو يعني شايف انه هو قسي عليك. هو حاسس بده على فكرة، حاسس بكل ده. الشخص ده يا اما هيودود لك في دماغك او في ودانك من جديد، يا اما هيبعت لك حد يودود لك في ودانك. يعني هو هيعمل حيلة كده يجيبك بيها. هو بيقول انا اعرف ارجعه تاني لحياتي بثقة كده. بس هو واضح انه هيعمل معاك مجهود، او عمل معاك مجهود عشان يرجعك، لان انت رافض او انت رافضة حبيبة قلبي، وزعلانة قوي ومقهورة. ممكن كمان بتقعدي بالليل لوحدك وبتقعدي تفكري وبتتضايقي وبتزعلي، بس بتيجي قدامه بتبقي اسد ما تبينلوش اي حاجة، وتتعصبي وبتتكلمي وبتقولي له انا اقدر استغنى عنك، انت كنت ايه يعني. لا، بتعرفي تاخدي حقك كويس قوي، لان انت كمان فاهمة وعارفة ان وراه حد مدعمه. في انا واحدة مدعماه. هو بقى هيتهبل عليكم. الشخص ده مهبول عليكم حرفيا،
نفسه قوي انه يرجعك لحضنه تاني. هو بيقول كده، بيقول بس انا هرجعه وهعرف ارجعه. هو عاطي لنفسه وضع كبير قوي زيادة عن اللزوم، ويقعد كده يبص كده ويقول لك انا هعرف ارجعك، انا هجيبك. وانتوا بتحبوه بس انتوا زعلانين زيادة عن اللزوم، وحقكم. الشخص ده بيقول لك انا مش هتنازل عنك. وعلى فكرة هو بيعمل لكم تخاطر او بيعمل لكم جلب كمان. احيانا للبعض منكم هنا تلاقي كده في رسالة او صوت دخل كده دماغك مرة واحدة، كلمتين بصوته دخلوا دماغك. حبايبي بكده قراءة النهاردة تكون انتهت، قراءة العاطفية. انتظروني بكرة بإذن الله. كانت معكم الروحانية أم جنى. شكرا حبايب قلبي، ربنا يجمعكم بحبايبكم على خير ويصلح حالكم يا رب العالمين. شكرا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.